السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله. مثل ما جاي تلاحظون هاي الصورة اللي قدامكم عبارة عن لافتة مكتوب عليها مقام الحاجة أم مظفر العيداني. طبعا أغلبكم يعرف الحاجة أم مظفر. على كل حال هاي الصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، وأنتم بعد تعرفون التعليقات وتعرفون الإعلام المغرض اللي يحاول قدر الإمكان أن يطمس هوية المذهب الشيعي. حقيقة هاي الصورة مفبركة. هي صح هاي الصورة عبارة عن لافتة لأحد المقامات لأحد السادة، ولكن أحد الأشخاص حاول يفبركها ويسويها بهذا الشكل حتى يكسب إعجابات أو تعليقات سلبية، الغرض منه تسقيط. فما شاء الله وسائل الإعلام كيفوا لها، بدأوا ينشرون بها، جتهم بعد للحلق على قول تهنى. يا اخواني الاعزاء، مثل هيك صور او مثل هيك مواضيع حاولوا قدر الامكان تتخطوها، يعني حتى ما اعلق عليه، ما انطي اعجاب، ما انطي اهميه اكثر من اللازم. اما بخصوص الحاجه ام مظفر فهي احد النساء اللواتي سارن في طريق الامام الحسين عليه السلام. كل نسائنا شامخات عفيفات شريفات ومحتشمات ايضا، كلكم انتم رحتوا للزياره وشفتوا بعيونكم. لكن أم مظفر كانت لها ميزة، لها خصوصية، الإعلام سلط الأضواء عليها. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويحفظها. أخوكم علي تاغي السلطاني، سنلتقيكم إن شاء الله في مقطع آخر. إلى اللقاء.